استقرار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي يسجل 47 جنيه و50 قرش في البنك المركزي المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكل متابعينا في القناة. إن شاء الله النهاردة معانا تحديث جديد لأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، وإحنا إن شاء الله في القناة بنقدم لكم أحدث الأسعار والتحديث للسوق أول بأول. نبدأ على بركة الله بسعر الدولار. سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 47 جنيه و50 قرش للشراء، 47 جنيه و62 قرش للبيع. بينما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري شراء 47 جنيه و52 قرش، بيع 47 جنيه و62 قرش. سجل الدولار في بنك مصر تقريبا كان نفس السعر، شراء 47 جنيه و52 قرش، بيع 47 جنيه و62 قرش. سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB شراء 47 جنيه و52 قرش، بيع 47 جنيه و62 قرش. أما في بنك الإسكندرية فسجل الدولار شراء 47 جنيه و47 قرش، بيع 47 جنيه و57 قرش. لو المعلومات فادتك ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد وكل التحديث أول بأول. استنونا في تغطيات أسرع لحركة الدولار في البنوك. سلام.